بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة معانا كده ايه، فيديو جميل، فيديو سهل جدا وبسيط. مش عايزاكي تشيلي هم للفطار. النهاردة هنعمل بثلاث مكونات بس، هنعمل احلى فطار مع احلى كوباية شاي. حاجة كده جميلة كده، وحاجة سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا اي وقت. مكونات بسيطة موجودة في البيت عندنا. واحنا قاعدين كده مش هتاخد مننا 10 دقايق. معايا انا اهوت المكونات: السكر، زيت، دقيق. طبعا مكونات موجودة عندنا مش هتاخد مننا اي مجهود ولا اي تعب. معايا انا اهوت نص كوباية من الزيت، ومعايا نص كوباية من السكر، ومعايا كوباية دقيق. وهنعمل احلى فطار مع احلى كوباية شاي. يلا بينا ونشوف الطريقة هنعملها ازاي. طبعا اللي اول مره يشوف قناتي واللي اول مره يشوف فيديوهاتي ولسه ما اشتركش في القناه، يا رب يشترك في القناه وتعجبه الوصفه اللي هنعملها النهارده. طبعا ما ننساش اللايك. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واللي تعجبه الوصفه يحط لي اللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني ويخليني استمر ان انا اقدم لكم الوصفات واقدم لكم الحاجات الحلوه اللي بنعملها مع بعض. آم، المكونات معايا زي ما قلنا اهوت. هنبتدي اهوت. معايا اهوت الزيت والسكر. طبعا هنحط المكونين دولت الاول على بعض. وهنحطهم، ممكن بقى لو معاكي مضرب سلك هنضربهم في بعض. انا هستسهل وهنحطهم في الخلاط عشان ما ياخدوش مني اي وقت. هنحطهم مع بعض. لو عندك سكر بودرة حطيه مع الزيت. لو عندك سكر العادي برضو حطيه عادي جدا. انا هنا هضاعف الكمية وهحط هنا اهوت معلقتين سمنة مع الزيت. لو انت مش عايزة تحطيه ما تحطيهوش، يعني اكتفي بس بالنص كوباية الزيت. انا هنا عشان بس هضاعف الكمية هحط هنا اهوت سمنة مع الزيت. لو عايزة تعملي زيت بس اعملي زيت بس، عايزة تحطي معلقتين سمنة مع الزيت حطي. هحط بدل هنا كوباية الدقيق، حطيت كوبايتين من الدقيق وحطيت معلقتين سمنة مع الزيت. وحطيت ورقتين فانيليا. ده طبعا الفانيليا اختياري، لو مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس انا بس عشان تديني ريحه حلوه للعجين. طبعا خلطت هنا اهوت الزيت مع ال السكر كويس جدا جدا في الخلاط لغايه ما اداني القوام الكريمي اللي احنا شفناه دلوقتي. وحطيت كوبايتين الدقيق ونخلتهم كويس اهو. هبتدي ان انا اقلبهم في بعض كويس جدا جدا لغايه اهوت. انا كده بقلب بس هنا اهوت بالمعلقه. بعد كده طبعا ايه هبتدي اعجن بايديا اهوت. فين العجينه اهوت؟ ايه لمت معايا اهيت، ما شاء الله ما شاء الله. العجينه لمت معايا وبقت طريه وجميله جدا، ملمسها طري. وهنعمل مع بعض هنا اهوت الوصفه الجميله السهله قوي قوي قوي، سهله واقتصاديه وكلنا طبعا هنعرف نعملها ان شاء الله. مش هتاخد منك اي وقت ولا تاخد منك اي مجهود. اهيت العجينه لمت معايا خالص اهي زي ما احنا شايفين. هكون مجهزه طبعا ايه صينيه او مجهزه الصاج اللي عندي، ودهني دهنه بسيطه من الزيت. وهنبتدي نعمل مع بعض هنا اهوت اهي. خلاص كده جاهزه معايا. هاخد هنا اهوت بقى ايه، هعملها هنا اهوت ايه كور صغيره كده اهوت. بأي حاجة عندك بقى ممكن تشكليها. لو عندك هنا اهوت البصمة بتاعة الكحك ممكن تشكليها. انا هنا طبعا بسهلها عليكم خالص، جبت شوكة وبعملها هنا اهوت ايه بالشوكة اهيت. تديها بس ايه مجرد ايه شكل. لو عندك اي حاجة ممكن تعملي بيها شكل على العجينة استخدميها. يعني بأبسط حاجة ممكن ايه تعملي ايه الشكل على العجينة اللي احنا ايه بنعملها كده
اهي سهلة جدا اهي. خلاص كده اهو، اهي بشكلها وابتدي احطها في الصينية عندي، وببتدي اسويها على فرن يعني متوسط الحرارة، لا هو عالي ولا فرن. الفرن يكون النار بتاعته واطية، لا يعني ايه، تكون النار متوسطة اهيت. هتاخد معاكي سوا يعني من نص ساعة ل45 دقيقة مش اكتر. وانش برضو تتابعيها، اول ما تلاقيها من تحت كده اهوت ايه استوت من تحت، بتبتدي تشغلي الشواية من فوق لغاية ما ايه الوش معايا ايه يحمر كده. انا خلصت هنا اهوت، ابتدي بقى احطها في الفرن. بكون طبعا ايه مشغلة الفرن زي ما قلنا، بسويها على نار متوسطة. واول ما تستوي من تحت ببتدي اشغل الشواية لغاية ما الوش معايا بيحمر اهو كده. انا ايه طلعتها من الفرن اهيت. ايه رأيكم بقى في الجمال والسهولة اللي احنا عملنا بيها الوصفة بتاعتنا؟ مكونات بسيطة جدا جدا جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم والطريقة تكون عجبتكم. اظن مفيش اسهل من كده يعني اهي. ممكن بقى نفطر بيها، نتعشى بيها مع كوباية شاي بلبن. حاجة كده جميلة وحاجة سهلة وحاجة ظريفة وحاجة يعني ايه هتعجبكم قوي قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واللي عجبته الوصفة وأول مرة يشوف قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا يشترك في القناة وينورني ويدعمني ويشرفني. واللايك الحلو والكومنت الحلو بتاعكم اللي بيشجعني ان انا ابتدي ان انا اعمل زي ما قلنا الوصفات الجميلة اللي بتعجبكم ان شاء الله. شايفين شايفين الجمال؟ حاجة طرية كده وحاجة جميلة 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 هتعجبكم جدا جدا. بقدم لكم وصفات سهلة، وصفات سريعة، مش هتاخد منك اي مجهود ولا تاخد منك اي وقت خالص اهي. قومي بقى اعمليها كده وان شاء الله كده تنجح معاكي بنفس الوصفات وبنفس المقادير اللي احنا ايه عملنا بيها اهي. شايفين من جوه عامل ازاي؟ اخر جمال. طبعا كده وصفتنا خلصت النهاردة. يا رب تكون نالت اعجابكم وعجبتكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في وصفة جديدة.